شيء واضح؟ واضح. تمام. خلينا بقى نعيد سريعا كده. احنا عملنا ايه في الاول؟ احنا عملنا حاجه اسمها انترفيس. ايه الانترفيس دي؟ الانترفيس دي عباره عن عقد، عباره عن عقد ما بينك وما بين اي حد بعد كده، ما بينك ما بين الانترفيس اللي انت عاملها مهما كان اسمها، ما بينك وما بين اي كلاس تاني هيستخدم الانترفيس دي. يعني لو انا عملت كده وناديت على الانترفيس دي، هيقول لك ايه؟ هيقول لك ايرور. ايه ايرور؟ لان لازم الانترفيس دي، يعني العقد بيقول ايه؟ العقد بيقول انك تجيب لي تجيب لي الكالوكيت سالري، تجمع لي السالري وتجيبه لي علشان انا طالب منك ده. فهو هنا هيديك ايرور لحد ما انت، لان هو عقد، والعقد شريعه المتعاقدين، فبالتالي لازم انك تعمل، طالما هتستخدمني لازم تعمل الشروط. ايه الشروط؟ الشروط اللي هنا انا طالب منك فانكشن تعمل كذا، او طالب منك حاجه تعمل كذا، فانت تعملها لي، والا مش هقبل، مش هقبل بنفسي ابقى موجود في المكان ده. وصلت حته الانترفيس؟ انا دلوقتي بستخدم دي علشان تجمع لي حاجه، فانا عشان لازم استخدمها علشان تجمع لي حاجه، لازم احطها هنا واجي استخدم الجزء ده تحت. يعني لو جيت استخدمت الجزء ده تحت، اللي انا لو عملت، لو انتوا جيتوا بص كنترول دوت ووقفتوا كده، هتلاقوا حاجه اسمها امبلمنت انترفيس. انت هتعمل امبلمنت الانترفيس دي، هتجيبها عندك هنا. اول ما تجيبها عندك هتلاقي المشكله دي راحت. الامبلمنت دي عملت ايه؟ جابت لك هنا اهو، جابت لك الكلام الجميل ده. ايه الكلام الجميل ده؟ تعالوا بس كده، لو كلاس البروجرام، ايوه تمام تمام، ده بره اهو. ثانيه واحده بس، عشان ايه الكود ما يدخلش في بعضه ويبقى عك، عشان انا حاسس اللي هو عك. ثانيه واحده. هو دلوقتي هو ده الكلاس لوحده، ده الكلاس، ده الكلاس تمام. ايوه تمام، ده لوحده، ده بعيد عنه تمام. فهو عمل ايه هنا؟ نادالي علشان اقدر عشان تقدر تستخدمني، فلازم في البي هنا كده، في البي اللي احنا فيها، اعتقد ده فيها حته غلط، اللي هو المفروض ده يبقى كده. مش قادر احذف وقت من الاول تاني. ثانيه واحده. هو كده تمام، كنت ناسي هنا جزء صغير كده، فعشان كده هو اللي كان عامل المشكله دي. تمام. هو احنا عملنا ايه؟ عملنا العقد، فلما جينا عشان ننادي العقد ده قدام شويه هنفهم احنا بنستخدم العقد ده في ايه، او نستخدم الانترفيس دي في ايه. تمام. فاحنا جينا خدنا هنا الاي بي علشان نستخدمها، فهو قال لك عشان تستخدمني لازم تعمل العقد. فالعقد بيقول لك ايه؟ فالعقد بيقول لك انك تجمع لي السالري، فانت هتعمل هنا ميثود بتجمع السالري. فهو هنا انت بتكتب اي حاجه، بس اهم حاجه تبقى مستخدم العقد، علشان كده يبقى الموضوع كله ماشي ايه، ماشي تمام. دي الانترفيس، هتبان اكتر مع الامثله باذن الله، بس دي الانترفيس. جينا بعد كده عملنا كلاس تاني من نوع ابستراكت. ليه عملناه؟ علشان نحط في قلبه برايفت سترينج من نوع اي دي، وبرايفت سترينج من نوع نيم. تمام. لما جبنا بقى البابليك سترينج نيم، قلنا بقى احنا محتاجين نستقبل او نخلي اليوزر يبعتوا لنا الاسامي. انا مش محتاجهم يبعتوا لي البتاع ده، مش محتاجهم يبعتوا لي مش محتاجهم يبعتوا لي الاي دي دلوقتي، انا محتاجهم الاسم. فعملت بابليك سترينج نيم. البابليك سترينج نيم ده بيعمل ايه؟ بيعمل جيت وست. جيت وست بتتكتب ازاي؟ بتتكتب كده. انا دلوقتي ناخد دي كوبي كده ونحذفها كده، ونيجي هنا نعمل جيت وست. ودي لو انتوا افتكرتوا محاضرة السبت اللي فات هتلاقوه الباشمهندس حمدي شرحها. جيت وست بتعمل النيم، انا محتاج اجيب منها وست فيها، بس انا مش محتاج است اي حاجه جيت عادي، اجيب النيم عادي. اما ان انا ست لا، است اي حاجه لا، فانا محتاج اعمل فاليديشن على الحاجه اللي راجعه. فقلنا هنعمل ايه؟ فقلنا هنعمل الجيت كده ميثود، يعني نيم بيجيب النيم، وبعد كده هنعمل الست بقى مش هنسيبها وخلاص، يعني مش عقل هنحط اي حاجه عندنا وخلاص، لا، ما هو ده مش منطق. هنقول if string dot is null or white space. دي عباره عن حاجه ميثود موجوده في قلب الجزء ده، موجوده في قلب فيجوال ستوديو، اللي هو لو الحاجه دي بنل او مسافات، الفاليو بتاعها ما بين قوسين الفاليو، هتعمل ايه؟
هترجع لي اكسبشن هتقول لي في قلبه نيم امتي. تمام. غير كده اكننا كتبنا هنا else بس احنا اختصرنا الكود. النيم ايكوال فاليو. لو غير كده لو هي بقيمه فالنيم هتساوي الفاليو. النيم اللي هي انهي؟ النيم اللي هي بتاعت البرايفت فوق دي هتساوي الفاليو. وصلت لحد هنا يا باشمهندسين ولا اقولها تاني؟ اقولها تاني. بصوا تاني. دلوقتي احنا عندنا ايه؟ انترفيس اي بي. ده انترفيس سمينا اي بي، ممكن اسميه اي حاجه مش هتفرق. بس احنا ليه قلنا اي في الاول؟ اي في الاول دي عشان لما اجي انادي عليها تحت في اي كود تحت في اي كلاس تاني اعرف ان انا منادي على انترفيس مش كلاس تاني بارس منه. ما دي فرق. انا دلوقتي لو عندي كلاس تاني بارس منه وباجي انادي عليه بنادي بنفس الاسلوب. بنادي بنفس الاسلوب معلش يا باشمهندس. باجي اعمل بابليك اي بي، بنادي بنفس الاسلوب عليه لما باجي ارسم كلاس تاني. فانا دلوقتي عشان افرق ما بين ان دون انترفيس ولا كلاس فقالوا احنا نكتب في الاول لو هو انترفيس نكتب اي بي ونبدا ننادي عليه. هو انت بتعمل عباره عن ايه الانترفيس دي؟ عباره عن ايه؟ عباره عن عقد زي ما قلنا عقد. انت بتيجي تقول لي ايه؟ انت هتعمل ايه بس مش ازاي. يعني انت دلوقتي هتجمع لي السالري بس مالكش دعوه ازاي. لما احنا جينا نادينا عليها تحت هنا، لما احنا جينا عملنا كده وجينا عملنا اي بي وعملنا امبلمنت، لما دوسنا كنترول دوت اللي هي عند اكبر من ودوسنا عليها رجع لي تحت ايه؟ رجع لي تحت اهي الجزء اللي هو بتاع جمع السالري. شوف مين اللي دخل وبعد كده نكمل علشان في سماح للكل كده. المفروض كده تمام ولا ايه؟ كده تمام. فاحنا هنا جينا ايه؟ نجمع السالري. جينا علشان نجمع السالري. فهنجمعها بايه؟ بالطريقه اللي هو قايل عليها. والله انت هتجمعها لي ازاي؟ انت هتحط ايه؟ انت هتحط دي ازاي مش فارق معايا. يعني انت هتحط لي هنا اي حاجه انا مش فارق معايا يا باشا. هتحط لي ايه مش فارق. هتحط لي اللي انا مش فارق معايا. اهم حاجه انت تحطها لي. يعني لازم دي تبقى موجوده. هتحطي في قلبها ايه انا مش فارق معايا بس لازم تمشي بالعقل. وصلت حته الانترفيس؟ على فكره احنا قلنا هنعيد تاني، نعيد الحته دي تاني زي ما قلنا هنعيدها تاني لما انا سالتكم انتوا ما رديتوش. تمام. وصلت يا باشمهندس. تمام. في هنا البابليك بقى ابستراكت كلاس. دلوقتي احنا عملنا بابليك كلاس بيرسون عادي خالص. برايفت سترينج حطينا في قلبه اكننا عرفنا متغير عادي برايفت سترينج اي دي وبرايفت سترينج نيم. ليه خلينا برايفت؟ علشان ما يبقاش ظاهر على مدار الكلاسات كلها، يبقى هو على الكلاس ده بس. تمام. وجينا قلنا انت بابليك وهتاخد هتجت وهتست. هتضيف في الداتا هتضيف عندي وهتقرا من عندي. فهتضيف ايه؟ هتضيف النيم اللي هو جالك. طب هتست ايه بقى؟ لا ما انت مش هتست اي حاجه. انت هتعمل string I null all or white space is null or white space value. لو الفاليو دي null او مسافات فاضيه فانت هتعمل ايه؟ هترجع لي exception. الاكسبشن ده هتقول لي في قلبه ايه؟ name empty. تمام. طب اندرسكور ولو غير كده فيبقى اندرسكور ايكوال فاليو. هترجع لي الفاليو علشان نحفظها هنا في النيم علشان نبدا بعد كده نشتغل عليها. وصلت ولا ما وصلت؟ ما انتوا لو ما قلتوليش وصلت مش مهندسين. وصلت يا هندسة. جميل. هندخل بقى على الجزء الثاني فيها. احنا عملنا دلوقتي ايه؟ جيت وست. محتاجين نعمل ايه؟
مثلا محتاجين كنا هنقول ان احنا محتاجين نعمل فانكشن بتطبع لي الاي دي والنيم، صح؟ فاحنا هنيجي نعمل الفانكشن دي، هنقول public. احنا قلنا مش هينفع جوه نفس الكلاس، فاحنا هنيجي بره هنا كده هنقول public ايه version ايه void بقى، عشان احنا مش هنريترن حاجه فهنستخدم void عادي خالص. وهنقول مثلا ايه show details، مثلا يعرض التفاصيل او اي حاجه. الداتا دي بتعرض التفاصيل details تقريبا كده، ما علينا. اعرض التفاصيل، هتعرض لي تفاصيل ايه؟ هتقول لي كونسول، هتعرض لي كونسول دوت رايت لاين. هتعرض لي في قلبها ايه يا عم الحاج؟ تعالى اقول لك، تعالى ما تخافش هقول لك. تعمل كده وهتقول لي كده. هتعرض لي في قلبها ايه؟ هتعرض لي في قلبها الاي دي والنيم. هنقول ايه؟ هنقول ان الاي دي مثلا نخليه كده اي دي، بس الاي دي كده حلو كده. ونيجي نقول اي دي بيساوي اندرسكور اي دي. ايه اللي حصل ده؟ جايين تهزروا معايا؟ اندرسكور اي دي، انا حاسس ان في حاجه غلط حصلت، بس هنفهمها دلوقتي مع بعض واحنا بنرن يعني. انسرت فين يا ناس؟ حد يلحق. السيمي كولون. لا، انا بس اللاب عمل حاجه غلط. اختار تخريف بقى كده. واحنا قلنا ايه؟ ثانية يا باشمهندسين بقى، عشان فين الانسرت؟ انا مش شايف انسرت في الكيبورد، مش عارف هي راحت فين. عشان البتاعة اللي ظاهرة دي اللي هو ظاهر على النص، فانا لما باجي احذف بحذف اللي بعديه مش اللي قبليه. فانا مش فاكر الانسرت راحت فين من الكيبورد. حد فاكر بقى يقول لي، ولا انتوا مش عارفين الكيبورد اللي عندي عامل ازاي؟ جنب الديليت المفروض ولا فين؟ انا مش لاقيها جنب الديليت، فعشان كده مش مشكلة، هنمشي على كده. فقلنا ايه؟ الاي دي هتساوي ايه؟ هتساوي القيمة اللي راجعة دي اللي هي الاي دي. يا ابني ما تهزرش. كونسول دوت رايت لاين، كيبورد عاق. كونسول دوت رايت لاين هنعمل في قلبها هنطبع الاي دي. لا، ما هو ما ينفعش كده، لازم الانسيرت تظهر دلوقتي. ثانية اسأل الاي اي وهقول لكم، عشان مش عارف فين بجد. ثانية واحدة نقفل دي كده. تمام كده، تمام. هنا احنا قلنا هنعمل ايه؟ هنطبع الاي دي والنيم. فاحنا قلنا هنقول على الاي دي هنعمل كده الاول، وهنيجي نقول اي دي ما بين قوسين اندرسكور اي دي، والنيم ممكن نعملها كده برضو ونحط دي عشان تبقى الدنيا جميلة عندنا. ونقول اندرسكور نيم. فاهمين يا باشمهندسين ولا لا؟ فاهمين عملنا ايه دلوقتي؟ لو تعبتوا قولوا لي تعبتوا وما نحرقش، بس ردوا عليا. كده احنا عملنا حاجتين. عملنا اول جزء خالص اللي هو البيرسون، تمام، وشرحنا في قلبه مبدئين مهمين من مبادئ ايه؟
من مبادئ ال OOP. ايه هم بقى؟ ايه هم؟ حد يقول لي شرحنا مبدئين ايه هم يا باشمهندسين؟ بسرعه ردوا عليا. شرحنا مبدأ، قولوا حتى مبدأ واحد. اللي هيقول لي مبدأ واحد هيبقى التوب 1 المره دي. بس حد يقول لي. الانترفيس. ده ما كانش قصدي ده، بس مبدأ اللي هم من المبادئ الأربعين: tradition, inheritance, polymer, فيزم. كان الرابع اسمه ايه؟ مش هو الرابع بس على العموم اللي هو حاجة من دول احنا شرحناهم في الحتة دي بالظبط كده. احنا كنا بنشرح في الأول خالص لما كنا بنتكلم هنا. فين الورقة اللي احنا كنا بنتكلم فيها لما كنا بنتكلم هنا؟ فين؟ احنا هنا اتكلمنا عن حاجتين مهمين قوي. اتكلمنا كلاس، ما اتكلمناش عن اهو. اتكلمنا عن ايه؟ encapsulation، إخفاء التفاصيل الداخلية والتحكم في الوصول. عملنا إيه دلوقتي؟ خفينا التفاصيل الداخلية برايفت أهو، وتحكمنا في الوصول. النيم بابليك وأنت هتعمل كذا. ده هو اسمه إيه؟ ده اسمه إيه؟ أهو encapsulation أهو. خفينا التفاصيل الداخلية عملناها برايفت أهي وبرايفت أهي. برايفت ولا مش برايفت؟ ايوه يا باشمهندس برايم. يا هندسة. وعملنا ايه واتحكمنا في التفاصيل الخارجيه. يعني واتحكمنا في التفاصيل اللي احنا بقى هنعرض ايه او هنجيب ايه او هنحط ايه. يبقى احنا كده 100 100 ومشينا بالمبدأ زي ما قال، ولا ضحكنا عليه؟ مشينا بالمبدأ. هندخل بقى على المبدأ اللي عليه الدور، وهعمل نفسي مش واخد بالي اللي انا قلته لكم في الاول اهو عشان لما اجي اسال فيه محدش يقول لي عليه. ماشي؟ ما نفسكم ما خدتوش بالكم. الجزء الثاني، والجزء الثاني بقى الجميل الحلو اللي مفيش منه اتنين: الوراثه. دلوقتي احنا هنعمل كلاس تاني. احنا عملنا البيرسون الشخص، عاوزين بقى في الاتش ار بيبقى عندنا موظف، بيبقى عندنا امبلوي. تمام؟ مش عارف هي نطقها صح كده، بس على اي حال انا بحبها كده. كلاس ام كده تقريبا، هي كده ان شاء الله. ماشي. هتعمل ايه دي بقى؟ اي موظف بيبقى عنده ايه؟ اي موظف زي ما احنا اتكلمنا من شويه، اي موظف في الدنيا عنده ايه؟ البيرسون عنده ايه؟ اي دي. ونيم. يبقى احنا هنيجي بقى نخليهم برايفت ولا نخليهم بابليك برضو؟ يعني انتوا رايكم ايه؟ نخلي البيانات نقفل عليها ولا نستخدمها ولا ايه؟ برايفت. ماشي. هنكتب برضو برايفت. هنكتب برضو برايفت. هننقلها من فوق بالظبط. يعني يمكن حد ياخد باله ويقول له احنا كده ما بنعملش مبدأ الاو او بي. يمكن حد ياخد باله ويصحح لي مثلا. يعني انا عمال اغلط اهو، وعمال اكتب حاجات غلط، وعمال اكرر الكود، وخلاص مبدأ درايت دونت ريبيت سيلف مش بنحققه، وعمالين نعيد نفس الكود وانتوا ساكتين. محدش بيقول ايوه احنا هنعمل بقى انفيتاس بقى هنا. ايوه كده. اخيرا حسسوني اللي انا عايش. هنرس منين بقى؟ هنرس من البيرسون. بدل ما هنقعد نكتب الكود تاني اللي هو بتاع الحاجات اللي في قلبه، لا احنا هنرس من البيرسون ونريح ونروق الجي ومش عارف ايه دي كده. بس هنرس من البيرسون على طول. ورثنا من البيرسون. تمام. هنعمل ايه بعد كده بقى؟ عنده حاجات زياده. يعني الامبلوي عنده حاجات زياده عن الشخص العادي. هيبقى عنده ايه مثلا؟ هيبقى عنده بيز سالري، عنده سالري ثابت، صح؟ السالري برضو ممكن نخفيه على الكلاسات كلها، مش لازم يتشاف في الكلاسات كلها. ليه؟ هوري السالري بتاعي كل كلاس. هو منهب ودب كده يشوف الكلاس بتاعي السالري بتاعي من الكلاسات ولا هنظر؟ فهنقول دبل. السالري ما ينفعش يبقى انت. ليه؟ لانه ممكن واحد مثلا بيقبض 1000 جنيه ونص. هنهزر؟ النص ده لازم يتحط. فانت هتقول لك ما ينفعش النص. دبل هتقول لك لازم النص. فالسالري هنقول له دبل. واصله يا باشمهندسين ولا بحرق مع نفسي؟ بيز سالري. سالري كده. سالري كده ان شاء الله. سالري بيز سالري. كده احنا عملنا حاجه بيز سالري في الامبلوي. يعني احنا كده دلوقتي اكن الامبلوي ده عنده ايه؟ عنده ايه؟ بيرث نفس خصائص البيرسون.
اللي هو ده اساسا بيقولوا عليه اب. ده الاب، ده اب، وده ابن المسكين ده، ده ابن ورث من عم الحاج ابوه الاي دي والنيم. فالابن قال لا انا مش زي ابويا، انا احسن من ابويا، هيبقى عندي بيس سالري كمان. ابن عاق بقى، هنعمل ايه؟ حلو الكلام، حلو الكلام. فحطينا له بيز سالري. وهنعمل ايه بعد كده؟ هنيجي برضو نعمل نفس الحوار اللي احنا عملناه في قلب ايه؟ في قلب الجيت نيم والست، بس هنعملها على ايه؟ هنعملها على السالري نفسه. السالري هو هيجيب السالري عادي، يعني هيجي يجيب السالري عادي خالص محترم، هيجيب السالري. هنقول له ايه؟ جيت. بس على فكره ابوه راضي ان هو يبقى ازيد منه في حاجات يعني، ماشي، يعني هو مش وحش، ابوه اللي بيشجعه على كده. جيت. يا نهار ابيض، فاهمين ولا لا؟ انا مش فاهم، انتوا فاهمين؟ هو زعلان ليه دلوقتي؟ انا عايز اعمل ايه؟ هو زعلان، بس اكيد زعلان عشان انا عامل حاجه غلط. فممكن نراجع مع بعض كده. بابليك دبل، انا عاوز اكتب بابليك كده، هي مش راضيه تتكتب مش عارف ليه. دبل دبل ليه؟ علشان اقبل البيز سالري. البيز سالري كده، خليها كده، بس هنسميها برضه مكان دي كده، بيز سالري. تمام. هنعمل لها ايه برضو دي؟ احنا قلنا بنيجي نعمل لها حاجتين، يا اما جيت وست، بيضيف داتا وبيحذف، بيضيف داتا وبيقرا داتا. الجيت بتقرا داتا والست بتضيف ايه؟ داتا. حلو. حلو ولا وحش؟ حلو ولا وحش؟ تمام يا باشمهندس. تمام. باشمهندس حسام، باشمهندس حسام، باشمهندس حمدي، باشمهندس حسام مش موجود ولا ايه؟ خرج تقريبا، في مشكلة أو حاجة. ماشي. باشمهندس محمود، باشمهندس مصطفى. موجود يا هندسة، ومحمود خرج تقريبا. ماشي. حلو. جيت وست. فاحنا بدل ما هنعمل جيت وست، فاحنا هنجيت برضو نفس البيز سالري عادي خالص، بس هنسيت ايه؟ ما احنا مش هنضيف اي حاجه برضو، ما حدش مرتبه بيبقى -3 مثلا، ولا حد مرتبه -5. دي نتائج الامتحانات بس، احنا عارفين كده. فاحنا هنيجي نعمل جيت هيجيت ايه؟ هيجيت البيز سالري اللي احنا عملناه ده، اللي هو هيجيب ده، هيجيب اللي فوق ده البرايفت اللي هو بيستقبل، اللي هو واخد وضعيه الاستقبال. وهنعمل الست بقى محتاجين فيها ايه؟ فكروا معايا. ممكن نعمل الفاليديشن على الست عامل ازاي؟ ها، ممكن نعمل الفاليديشن على الست عامل ازاي؟ ازاي؟ نفس الفكره بتاعت فوق دي بالظبط، احنا بنقلدها بالظبط. دي هنا اهي، احنا بنقلد دي. غشوا حتى، حد يقول لي، بس مش قوي، فيها شويه اختلافات، علشان دي سترينج ودي انت سالري، فلوس داخلالي. هعملها ازاي عشان ما تدخليش غلط؟ ايه الفاليديشن؟ ايه الحاجات اللي ممكن اتحقق منها قبل ما اضيف القيمه يا باشمهندسين؟ ايه ده سؤال على فكره، عاوز حد يجاوب معايا. هي ما تكونش سالب مثلا. ايه ما تكونش سالب؟ السالب. بس ما هي فلوس داخله سالري، هو في حد بيقبض بالصفر؟ فما تبقاش اقل من لا الصفر انا على طول بقى. حلو الكلام، حلو الكلام. ست، احنا عملنا ست مره، هنعمل ست تاني ليه؟ احنا هنعمل اف بقى. اف ايه؟ لو الفاليو
لو الفاليو اكبر من اصغر من الصفر، صح كده، اصغر من الصفر، هتعمل لي ايه؟ ما احنا قلنا طالما الكود صغير مش لازم نكتب الحته دي، هنقول برضو نفس الفكره بتاعت فوق، هنقول ثرو كده كده، الجمله الجميله اللي احنا كتبناها فوق دي هي هتعمل لي اكسبشن بنفس الحاجه دي، وهنيجي نحطها هنا كده زيها كده بنفس الستايل، تمام. بس هتقول لي سالري مثلا نوت ايه اكسبت كده صح ولا غلط؟ حد يصححها لي. ايوه يا هندسه تمام. تمام. ولو غير كده هنعمل ايه؟ هنجيب البيس سالري دي، ولو هو مش بصفر هنجيب البيس سالري دي الجميله دي، وهنقول عاوزين القيمه بتاعتها، الفاليو. حلو لحد هنا؟ قلنا حاجه غلط؟ محتاجين بقى نعمل حاجه مهمه جدا. لو شغلتوا دماغكم في الحته دي هتكونوا عملتوا حته عظمه، فهمتوا حته ماشيه معانا قدام شويه حلوين. خليكم معايا، ركزوا معايا، يعني مش خليكم معايا اللي انا هقوم اسيبكم في الاخر، ركزوا معايا. محتاجين دلوقتي احنا ورثنا ايه من فوق؟ محتاجين ايه؟ ورثنا ايه من هنا؟ ورثنا البيرسون، صح؟ الشخص. ورثناه من مين؟ ورثناه من ال الامبلوي ورثت من البيرسون، تمام. فاحنا محتاجين نعمل ايه هنا؟ محتاجين نبعت من القيمه اللي جايه لنا، ما احنا هنبعت لها 3 حاجات بقى، هنبعت لها النيم والسالري والاي دي، كده كده بيجنريت اي دي عادي، تمام. فاحنا ممكن برضو في حته الجنريت اي دي ممكن نعمل في قلبها فكره محترمه، علشان يجنريت اي دي، تمام. احنا عملنا النيم، عملنا في حته ممكن نعملها هنا برضو علشان نوقف دي ثانيه واحده. هنرجع، ركزوا معايا، اللي احنا راجعين للكود القديم كنا بنشرح في اول السيشن حاجه اسمها كونستراكتور، فاكرين؟ نسينا نعملها هنا. هل الكود ده هيشتغل من غير كونستراكتور؟ لا. لا ليه؟ علشان انت مش معرفه، انت عامل الاوبجكت بس اكنه رسمه على ورق، ما عملتلوش كونستراكتور، فهيشتغل ولا مش هيشتغل يا باشمهندسين؟ مش هيشتغل لا. مش هيشتغل، صح. فهنيجي هنعمله ازاي بقى؟ حد يقول لي، عشان احنا شرحناه في اول السيشن، بيتكتب فين وبيتعمل ازاي وطريقته ايه؟ حد يرد عليا بعد اذنكم يا باشمهندسين، ثانيه واحده لحد كده. لا حول ولا قوه. فاحنا محتاجين هنا نعمل كونستراكتور زي ما اتفقنا ان احنا محتاجين نعمله على البيرسون، على الشخص ده، علشان يبدا يستقبل مني الداتا. فهنعمله ازاي؟ معلش، اهو ده النيم، محتاجين نعمله كونستراكتور، هنعمله ازاي؟ بنكتب له ازاي؟ طيب بنكتبه ازاي؟ اي حاجه، ده البيرسون اهو، هنكتبه ازاي؟ حد يقول لي، احنا شرحناه في اول جوه السيشن. الكلاس. بابليك كلاس. بابليك كلاس ايه؟ بيرسون ده ولا ليه بيرسون؟ طيب ممكن نسميها حاجه تاني. ليه بيرسون؟ ممكن مش نسميها لازم حاجه يعني تاني عشان يبقى نفس الاسم. عشان يبقى نفس الاسم، عشان يعرف اللي هو بيجيب الداتا من دي، عشان هو محتاج الداتا بتاعت الاي دي والنيم. فانت معلش هتسموه لي حاجه تانية، هتسموه لي بيرسونس، يعني اشخاص، مع ان مفيش حاجه اسمها كده تقريبا، بس كده. فانت مش لاقيك ولا اعرفك ولا اي حاجه، انت جايبني منين ولا رايح فين؟ مش هيعرف ان هو مستقبل مني او انا بجهزه للبيانات دي، الاي دي والنيم. فانا دلوقتي عملت البيرسون والبابليك بيرسون، مش لازم كلاس كده عادي، بابليك بيرسون
بيرسون، نفتح قوسين كده. بس هنا هنحط ايه بقى؟ حد يقول لي كده ويشغل دماغه معايا عشان هيقولها في حته تانيه. هنحط ايه؟ string name والاي دي، ولا مش هنحط الاي دي؟ مهندسين، هنحط الاي دي ولا مش هنحط الاي دي؟ string name مش هنحط الاي دي. ليه مش هنحط الاي دي؟ عشان هنعمل عليه شغل من جوه، شغل عنب، شغل جميل قوي باذن الله. ايه الشغل الجميل قوي ده؟ هنفهمه مع بعض دلوقتي وهنعمله مع بعض دلوقتي. الشغل الجميل اللي احنا هنجيب النيم عادي وهنستنى النيم. نيم ايكوال نيم، النيم مستنيه النيم. تمام. تمام كده النيم مستنيه مني النيم. في حاجه تانية مستنيه الاي دي. فاحنا هنعمل ايه دلوقتي عشان نجيب الاي دي دي؟ هنعمل حاجه، هنعمل ايه؟ هنعمل اي دي اللي هي موجوده فوق، هتساوي ايه؟ هتساوي مثلا، هتساوي كود بيجنريت لوحده. يعني انت كل فتره بتعمل لي كود جديد. فاحنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن نعمل علشان نجنريت كود، دي حاجه تانية موجوده في السترنج، اللي هو اسمها ايه، القيم بتاعت السترنج، الدوال بتاعت السترنج. تمام. من ضمنها حاجه اسمها جيو اي دي. دي بتعمل ايه؟ بتجنريت رقم من 32 رقم وحرف مستحيل يتكرر على مستوى العالم. انا قلت ايه؟ انا قلت ايه يا باشمهندسين دلوقتي؟ معلش، حاجه هنستخدمها كتير والله. انا قلت جيو اي دي بنستخدمه كل بيتكون من 32 رقم. جيو اي دي، بيتكون من 32 رقم وحرف مستحيل يتكرر على مستوى العالم اكتر من مره. ممكن حد يقول لي او يتكلم في الحته دي عشان نبدا نتناقش بقى ونوصل للفكره العامه عشان تبقوا فاهمين، مش بنتكلم وخلاص. لان انتوا كده اكيد سرحتوا مني والدنيا فصلت معاكم. معلش. باشمهندسين، عاوزين نخلص الجزء ده النهارده وخلاص. يعني ممكن حتى يوم السبت اسيبكم تذاكروا عادي ونبدا يوم الاثنين نكونوا ذاكرتوا الجزء ده. بس عاوزين نفهم الحته دي. انتوا تعبتوا ولا ما تعبتوش ولا ايه؟ باشمهندسين ردوا عليا. هي دي اخر جزئيه ولا في حاجه تانية؟ لا، عاوزين اخر جزئيه. اخر جزئيه مش عاوزين اخر جزئيه، كنا هنشرح جزء كمان بس مش مشكله، ممكن ناجله. بس ردوا عليا في دي. وايه السؤال يعني؟ نكمل. انا كنت قلت دلوقتي ان في حاجه اسمها جيو اي دي. هم ناموا. خلاص انا هقفل الحته دي وخلاص. ممكن ممكن تعبروني في الحته دي عشان نقفلها. ايه طيب يا باشمهندس؟ ايه؟ نقول ايه طيب؟ مش تقولوا حاجه، انا عاوزكم بس تركزوا معايا. انا كنت بقول حاجه ما بتتقالش ورا حد، بس ركزوا معايا عشان عارف انكم انتوا، عشان كده كنت بسال. مركزين معايا ولا ايه الحكايه؟ هو انت حاجة اسمها اللي هو الجي اي دي بتكون من حرف ورقم. من 32 حرف ورقم، ما بيتكررش على مستوى العالم، مستحيل يكرر على مستوى العالم اكتر من مره. تمام. ماشي يا باشمهندس. كنا هنقول بقى احنا محتاجين في اول الرقم ده يبقى في رقم ثابت. مثلا هنقول ايه؟ محتاجين الاي دي يبقى ثابت في اول الرقم. والله كنت عاوز اخلص معاكم الجزء ده، اخلص معاكم الحته دي وهنشقلب الحوار وهنمشي نروح كلنا ننام. بس خليكم معايا. فاحنا محتاجين ايه؟ الاي دي هيتكون من اي دي وجنبه رقم. الرقم ده عباره عن ايه بقى؟ احنا دلوقتي كنا بنقول في حاجه اسمها جي يو اي دي اللي هي الجميله دي. دوت ايه؟ نيو جي يو اي دي. حلو كده، حلو كده.
دلوقتي ده هيرجع لي ايه؟ هيرجع لي رقم مكون من 32 رقم، واول حرف فيه باقي ربع ساعه. بعد ربع ساعه دي خلصنا ما خلصناش هنوقف على كده وهنكمل المره الجايه. تمام، بس شدوا معايا عشان نخلص، عشان ما نفتحش لينك جديد. دوت string to string. ليه عملنا to string؟ علشان يجيب لي كل الحاجه دي في صيغه string. بعد عشان نحولها بعد كده ايه، ممكن نعمل حاجه تانية. يعني احنا دلوقتي هنعرض 32 رقم وحرف في الكونسول كبير، واليوزر مش هيفهمه وهيحس ان هو دمه تقيل. لا، احنا هنعمل حاجه، هنحوله كله لسترينج، وبعد كده هنحوله لسب سترينج دوت. بس احنا كده محتاجين نفتح كده علشان ايه، نبقى فاهمين الدنيا. وبعد كده نحوله لسب سترينج اهي. بعد كده نحوله سب سترينج ده بيقبل مني ايه؟ لو انتوا جيتوا وقفتوا هنا كده، بيقبل مني ايه؟ بيقبل مني اول قيمه اول قيمه واخر قيمه. يعني هيعد من صفر لحد رقم. مثلا عاوزين منه كام رقم من ال 32؟ ممكن نسحب كام رقم زائد الاي دي داش الرقم دون، اول 4 ارقام ولا اول 5 ارقام ولا اول 6 ارقام؟ نسحب اول كام رقم؟ 6. 6 مثلا. ماشي، مش هنزعلك يا باشمهندس. كده في ايه غلط؟ بعد كده هنحول ده كله بقى ل مثلا 2 عشان يبقى شكله حلو. 2 اور 2 ابر. ها، في ايه المشكله؟ انا مش واخد بالي. متعرف بيه كابيتال وهو المفروض بيه سمول علشان هو حساس للاحرف زي ما احنا فاهمين. تمام. في مشكله تانية وهي الامبل في قلبها ايه بقى دي كمان؟ مش فاهم، دماغي مش جايبه المشكله دي. خلاص انا فصلت. باشمهندسين، حد يقول لي عشان انا فعلا راحت مني. خليكم معايا كده. حد يقول لي المشكله دي ايه؟ اعتقد ان عدت علينا بس انا دماغي مش جايباها. انا فاكر ان انا شرحت حاجه زي كده. يا باشمهندسين قولوا لي. أقول أنا قول يا هندسه. الكونستراكتور بتاع البيرسون. اه لا كفايه بجد فعلا انا فصلت. دماغي مش مجمعه. كده كفايه يا باشمهندسين فعلا، ونكمل المره الجايه من هنا. اللي انا اللي دماغي قفلت. دلوقتي احنا خدنا ولا من يهمك، ايه؟ ولا يهمك هندسة، ولا يهمك. دلوقتي احنا بس ثانيه واحده، ما ينفعش. المفروض إن إحنا لو عملنا أوبجكت من امبلوي، هبعت إزاي النيم للبيرسون طالما أنا ما عنديش أصلا كونستراكتور برضه في الامبلوي؟ ثانيه واحده يا باشمهندس، دقيقه بس كده عشان انا برضو دماغي مش مجمعه. ثانيه واحده. والerror ball there is no argument given that correspondent to the required parameter name of البيرسون دوت بيرسون اوف string. هو كده معناته ان هو عايزك تبعت له النيم. وانا مش باعت له نيم. لسه ما عملناش، ما احنا وارثين، فاحنا المفروض نعمل نفس الحوار اللي احنا عملناه عشان نرث من البيز نيم اللي هو القيمه بتاعته، صح؟ وصلت تمام. اوكي. احنا دلوقتي محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين نعمل بابليك برضو، نعمل الكونستراكتور من الامبلوي. تمام. تسلم يا هندسه.
هنيجي نعمله ازاي؟ هنعمل برضو نفس النظام بابليك. احنا خلصنا الجزء اللي فوق كده تمام، احنا خلصنا الجزء ده. معلش يا باشمهندسين، معلش والله يعني حقكم عليا، معلش اخر حته بس علشان احنا ما كملناش بالظبط 8:30 9:30 10:30 11:30 4 ساعات كتير، انا اسف. محتاجين منه ايه؟ الامبلوي ده محتاجين منه ايه؟ محتاجين منه النيم والسالري، ولا احنا البيز سالري والنيم صح؟ محتاجين منه البيز سالري والنيم. فاحنا هنقول string name و base salary. في بقى نقطة مهمة هنا دلوقتي، أنا محتاج أبعت له النيم. هل هبعت له النيم إزاي وأنا أساسا ما بقبلش النيم هنا؟ ركزوا في الحتة دي، ولو فهمتوها هتبقوا 100 100. الحتة دي بتقول إيه؟ أنا دلوقتي محتاج أبعت له إيه؟ محتاج أبعت له النيم، بس أنا ما عنديش نيم. هنا الأب قام قايل له إيه؟ قام قايل له تعالى يا ابني يا حبيبي ابعت لي النيم وأنا هتصرف، بس ابعته لي بالصورة اللي أنا محتاجها بالظبط، علشان إيه؟ مش ناقصة تشغيل الدماغ. فقال لي إيه؟ فقال لي في حاجة اسمها بيز، وهتفتح قوسين وهتكتب نيم. انت بعتولي بالصوره اللي انا محتاجها، وانت ولد محترم بجد. ليه؟ لانك بعتلي اللي انا محتاجه، فهيقبل وهيسمع كلامك، لان هو اب برضه بيحب ابنه. ركزوا معايا معلش. فهنقول ايه؟ this dot base salary. احنا في اجازه ومحتاجين نشد لحد ما البتاعه تبدا، فالموضوع ده مش هيحصل طبعا وانتوا في الكليه، فعشان كده بنشد شويه واحده واحده ماشي. وهنخلص اهو. البيس سالري باشمهندسين ركزوا معايا بالله عليكم. ايكوال سالري ايكوال ايه؟ بيس سالري برضه ايكوال بيس سالري، ده هيساوي ايكوال بيس سالري. كده احنا عملنا ايه؟ عملنا الجزء الثاني. في بقى الحته بقى الجميله اللي احنا كنا بنتكلم عليها دلوقتي. انا محتاج دون اعدي عليه عشان هو ركزوا علشان هو موظف امبلوي هنا موظف، فالموظف ليه ايه؟ ليه سالري، فالسالري محتاج ليه ايه؟ محتاج ليه ان انا اجمع له السالري بتاعه، فهضطر اخد له ايه؟ هضطر اخد له الاي بي. بس الاي بي هنا هحطها ازاي؟ باشمهندسين معلش حد يقول لي الاي بي هحطها هنا ازاي؟ هنا ازاي يا باشمهندسين؟ كده يا باشمهندسين. وطبعا زي ما قلنا الايرور دون محتاجين نعمل له امبلمنت، فهنقول له امبلمنت انترفيس. هو كده تمام. انا دلوقتي هنا كده رزعت تحت هنا مجموع السالري، بس انا محتاج اجمع السالري ازاي؟ حد يفكر معايا. انا محتاج اجمع السالري، مفيش سالري يتجمع. فهو دون قال لك انت محتاج لازم علشان تستخدمني لازم توفي بالعقد. فانا علشان اوفي بالعقد اللي انا عملته لك لازم استخدمه. طب استخدمك ازاي؟ لا يا عم قال لك بالطريقه اللي تريحك، فاحنا هنا هنستخدمه ازاي؟ بالطريقه اللي تريحني اللي هي دي كده. فانا هرجع له البيس سالري بس. خلاص تمام قوي كده. كده رجعنا له البيس سالري تمام. ممكن نعمل ايه بقى؟ بلاش نعمل فانكشن هنا، بلاش. كنت هعمل فانكشن او ميثود بترجع لي بتعرض لي الداتا بنفس النظام، بس خلاص كفايه عليكم كده، كفايه عليكم. احنا هنا حد يقول لي بقى احنا هنا استخدمنا ايه؟ مبدأ ايه؟ اخر سؤال وبعد كده هنخلع. احنا في الجزء الاخير ده استخدمنا مبدأ ايه؟ وقولوا لي يوم السبت نشرح ولا عقبال ما تخلصوا ده؟ لان احنا كده ما خلصناش غير مبدئين من مبادئ الاو او بي، لسه باقي 2 كمان. فانا عاوز رايكم، واحنا كده خلاص خلصنا. في الدقيقتين دول ردوا عليا باشمهندسين. نعم. يوم السبت نشرح ولا لا؟ ولا نأجلها ليوم الاثنين؟
دي اول حاجه. لا احنا عاوزين نذاكر الاول. ماشي أجيها الاتنين عشان احنا هنذاكر كده. خلاص يوم الاثنين حد. وتاني حاجه في المبدأ التاني احنا استخدمنا ايه؟ مبدأ الوراثة. استخدمنا حاجه تاني. فهمتوا حته الانترفيس بنضيفها ازاي ولا لا؟ الانترفيس لما عملناها في الجزء التاني في الجزء ده فهمتوها ولا ايه النظام؟ الانترفيس لما نادينا عليها كده هو قال لك انت عاوز تضيف انترفيس. اقول لك على حاجه، انت ما ينفعش ترث غير حاجه واحده من كلاس. يعني انت لو عندك كلاس ما ينفعش غير ترث حاجه واحده. بالنسبه للانترفيس فلو عندك انترفيس تانية تقدر تضيفها، عندك انترفيس تالتة تقدر تضيفها بنفس النظام، عندك انترفيس رابعه تقدر تضيفها على حسب الانترفيس اللي عندك. بس البيرسون الواحد او الوراثه الواحده ما بتتعملش غير مره واحده على الكلاس. يعني الكلاس ما بيقبلش غير وراثه واحده، بيقبل اكتر من انترفيس. وصلت يا باشمهندسين؟ استفدتوا ولا ما استفدتوش؟ فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ طولنا عليكم عارف، بس هو يوم الخميس بيبقى بكره الجمعه فبيبقى اجازه يعتبر. ف ف بس بنشرح بضمير شويه يعني. ويوم الاثنين باذن الله نكمل يعني. ماشي، اهم حاجه تكونوا فاهمين والدنيا تمام وكله تحت السيطره. نوقف الشير بكره هرفعه لكم.